بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الأولين وأشكره شكر الشاكرين وأذكره ذكر الذاكرين، وأصلي على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين ومن تبع دعوته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في رمضان ربما الحديث دائما يكثر على أولئك الذين تعودوا على المعاصي، ولذلك يكثر الذنب وتكثر المعاصي ربما في غير رمضان. فلما يأتي رمضان الناس تغتسل وتعود إلى رشدها وإلى جادة صوابها وإرشاد عقولهم، ويلتزمون بالصلوات ويلتزمون بالصيام ويلتزمون بقراءة القرآن والذكر والدعاء والأعمال الكثيرة، ربما حتى تخفى على البعض، ولكن الكثير منهم ينهل من بركات هذا الشهر الكريم. وعليه فإن الحديث عن لذة العبادة التي يستشعر الإنسان ذوقها وكنهها في رمضان تبلغ الذروة، وهذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فهذا الذوق لا يعرفه إلا من ذاق طعم الإيمان، كما ذكرنا من ذي قبل: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. وهنا يجب علينا أن نستشعر عظمة الله عز وجل وقيمة هذا الشهر. أولا تقارب الإنسان مع ربه عز وجل في خلال هذا الشهر الفضيل، حينما يعرف أن الدرجات ترفع، وأن السيئات تحط، وأن أبواب الجنان تفتح، وأن أبواب النيران تغلق، وأن الشياطين ومردة الشياطين تصفد. إذن كل الوسائل متاحة للإنسان باش يتقرب إلى الله عز وجل. وانظر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلي عبدي، في الحديث القدسي، بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. انظر إلى بركة العمل، انظر إلى الثواب الجزيل، انظر إلى الجزاء الوفير الذي يعده الله عز وجل وهيأه للصائم وللقائم وللطائع لله عز وجل. يتقرب الإنسان إلى ربه شبرا فيتقرب الله عز وجل منه ذراعا، يتقرب العبد إلى الله ذراعا يتقرب الله منه باعا. إذا جاءه يمشي جاءه الله عز وجل هرولة. سبحان الله العظيم، الله كريم، الله رحمن رحيم. سمى نفسه بهذه الأسماء الحسنى، وقال بعد ذلك: ادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولهذا يجب علينا أن نخلص أنفسنا من كل الشوائب، من كل المعاصي. أكيد فينا وكلنا تقريبا كل واحد عنده ربما ملازمة له بعض المعصية، حتى وإن استصغرناها فهي في حقيقة الأمر إذا كثرت وتعددت وتنوعت وأصبح الإنسان ملازما لها وملازمة له، مدمنا عليها. ننظر على سبيل المثال بعض المعاصي قد تبدو صغيرة، بعض الكلمات التي الجارحة، بعض النظرات المزدرئة، بعض التصرفات الجريئة، بعض الاحتقار، أن تحتقر الناس بكلمة استهزاء ولا بسخرية، فضلا عن الأشياء الكبيرة التي ربما تعظم، منها الكلام البذيء، منها سب الدين، سب الذات الإلهية، منها ارتكاب المعاصي الموبقات السبعة كشرب الخمر والمخدرات المسكرات، الوقوع في المواقع الإباحية، المواقع هذا الولوج، هذا العالم الافتراضي الذي أصبح عالما بحد ذاته يعيش كل واحد فيه. ولكن مشكلتنا لا نحسن السباحة فنغوص حتى نجد أنفسنا قد غرقنا واخترقنا الجدار والجدر التي هي بمثابة جدار متين، ولنا نحن حده لنا ربنا عز وجل: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. في حديث ثعلبة الخشني رضي الله عنه: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. في هذا السياق أيها الإخوة الكرام يجب علينا أو ينبغي علينا لزاما أن نتوقف عند
من نكون؟ من نحن؟ نحن عباد الله عز وجل. إذا رجعنا إلى صفات عباد الله عز وجل، هل نحن وإياها على حد سواء؟ لما يصف الله عز وجل في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إلى آخر الصفات المذكورة في هذه الآيات. إذن أي صفة من هذه افتقدناها يجب أن ننقب عليها، يجب أن نتشبث بها، يجب أن نسأل كيف نعيش ونتعايش مع هذه الصفات. لماذا سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم نعم كانوا ربما على معاصي، ولكن حينما تخلصوا منها وعادوا إلى ربهم عز وجل كما قال ربنا: وإن عدتم عدنا. إذا عدنا إلى الطاعة ربنا عز وجل يرحب بنا، ولكن أيضا إذا عدنا إلى المعصية فلا نجد إلا إبليس والشياطين الذين يتربصون بنا ويعني يدخلوننا في زمرهم. يا ربنا عز وجل قل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان. يعني هذا التتبع فيه ضرر وفيه خطر، أولا يعود على الإنسان في الدنيا ثم ينعكس على المجتمع، يعني يصبح المجتمع المنحل والمجتمع المتملق والمتفرق والمجتمع الذي لا قيمة له قيمة إيمانية، فضلا على أن الله عز وجل جعل العقاب والعتاب على الإنسان يوم القيامة، لأن يعني كل يوم القيامة نسأل عن صغير الأمور وكبيرها. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فنسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعل رمضان هذا يعني زيادة لنا في الأجر والثواب والمغفرة، وأن نتخلص من المعاصي والذنوب حتى نرقى بأنفسنا إلى مصاف الصالحين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم والحمد لله رب العالمين.